مش بتوع امن الدوله دول اللي جم هنا قبل كده ومسكوك؟ هم. طب مالهم بيك يا اخويا؟ بقول لك ايه، اوعى تكون من الاخوان. لا يا حبيبتي، انا مش من الاخوان، انا كنت عضو في الجماعه الاسلاميه. قول كده بقى، يبقى مش هيسيبوك في حالك ابدا. ليه بس؟ انا عايزك تطمني خالص. اطمن ازاي بس؟ بصراحه انا قلبي مش مستريح لموضوع الجماعه دي. ما تسيبك منها يا اخويا وتخليك في مستقبلك احسن. يا سلام، عشان خاطرك هسيبني منهم خالص، وعشان خاطر مستقبلك. وعشان خاطر مستقبلي هسيبني من الجامعه والجماعه وكل حاجه. يا نصيبتي. ليه بس يا مصيبتي؟ ما قلنا دي مرحله وخلصت خلاص، وعملنا منها الشغل اللي احنا عايزينه والحمد لله رزقت. يعني معقوله يا احمد بعد السنين دي كلها تسيب الجامعه من غير ما تاخد الشهاده الكبيره؟ يا جمال الشهاده الكبيره يا حبيبتي، طول ما انا في الجامعه مش هتساب من امن الدوله وخراطيم امن الدوله وبويه امن الدوله، واللي احنا كنا عايزينه منها الحمد لله خلاص خدناه وخلصناه. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ انت خايف يكونوا بتوع امن الدوله ولا ايه؟ اعوذ بالله، انت بتقولي فيها؟ دول يسمعوا السيره بس يجوا على طول. والنبي ما انت قايم، انا اللي هفتح. لا انا راجل البيت ولازم افتح. انت لسه مستحمي احسن تبرد. بس انا راجل البيت. انت سيد الرجاله بس انا اللي هفتح. ايوه جاي. مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا سي فتحي، اتفضل. يا رب يا مرات اخويا ما كنتش جيت في وقت غير مناسب. انت صاحب بيت، بيتك وبيت اخوك واحد، اتفضل يا اخويا. يا ساتر، امال الدكتور فين؟ نايم ولا ايه؟ ده الحاج فتحي. بسم الله ما شاء الله. بشرة خير، ربنا كده يرزقكم بالخلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى اتفضل. الف هنا وشفا. ايه يا سيدي، على رجليك نقش الحنه ولا ايه؟ ليه بس؟ انت عيب عليك. تعالى كل لقمه الاول. الف شكر. ودي تيجي، ده انا هعمل له اكل مخصوص. وجب. تسلمي. تسلم ايديك. تسلم. تسلم. حاله. هو احنا هنكمل قعده هنا ولا ايه يا احمد؟ لا ازاي؟ على طول اهو هنخرج وراك. يا سلام، يلا بينا. استنى بس، إيه؟ استنى احسن تاخد برد. يا سلام، ربنا يكرمك. اتفضل. اتفضل يا احمد. العيد قال. يا دوبك الدكتور جاب سيره الجماع قدام ابوك وده زعبيب امشير قامت. يابا في طولك في عرضك ربنا يهديك، مفيش فايده، عمل فضيحه. حبيبي يابا، حبيبي يابا. ابوك مش تعبان يا عم، ابوك اللي تعبه هو المحل ده قلبه وعينه وعقله. ما انا عارف يا احمد، وما انا جاي لك ليه؟ احنا بكره من الصبح من نجمه نروح عند الموان اللي اسمه راغب نجيب شويه مون، وانت تستقضلنا نقاش. ولا اقول لك هات الواد فرج اللي عمل شقه حبشي جوز اختك مديحه، هو صنايعي كويس ومهوت في السعر. اعتبره حصل. يا سلام. وبالمره بقى الله يبارك لك نغير العده بتاعت ابوك لحسن دي عده المحل كانت عجر قوي. والله احلى حاجه عملوها العيال بتوع المظاهرات ان هم كسروها له. والمره نجيب له كام ترابيزه على كام كرسي، وفي الاخر الحساب وبما يرضي الله، انا النص وانت ومحمد اخوك النص. يا سلام. الحمد لله رب العالمين، الف حمد لله على سلامتك. الحمد لله. الاخوه عزوه. يا سلام. يا رب يا هاشم اشوفك زي عمك، راجل محترم مالي مركزك، وتد في العيله. وتد ايه بس يا دكتور؟ اسمها عمود الدار يا راجل يا وتد. ربنا يسعدك ويرضيك يا احمد ويديك على قد نيتك. ربنا يبارك فيك يا ابو خالد. حبيبي. بشوف الواد خالد والواد هاشم اخوات كده زي يا رب. امين يا رب. يا بحق جايه المصطفى. يلا بسم الله. لو عايزين اي حاجه ندهوا عليا، انا جوه. تسلم ايدك يا ام هاشم. يلا حبيبي يلا. يجعله عامر يا ابو حميد. خش كده يا حاج فتحي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللي قول لي يا ابو حميد، عملت لي ايه في موضوع الشقه؟ الحمد لله، الحمد لله كله تمام، كله تمام. كل اوعى تكون كسلت يا احمد وما جبتش الشقه. يعني والله ما نقدرش نقول كسلت، لا ما ينفعش نقول كسلت، بس هو الحقيقه يعني الدنيا كانت مولعه نار نار نار. لا حول ولا قوه الا بالله. وما اشتريتش الشقه ليه قبل ما الدنيا تولع نار نار نار؟ اهدى بس يا حاج فتحي. الله يا جدع، انت حط لقمه في بقك، مش معقول كده. اللي حصل يعني ان الدنيا ولعت نار، مش بس ساعه المظاهرات، من قبل المظاهرات. وبعدين بص انا مش هخبي عليك، لازم اقول لك الصراحه. ايوه الصراحه يا احمد. الفلوس اتصرفت. يا نهار ابوك ازرق. انت ايه ده؟ وطي صوتك، في ناس نايمه. ما يصحوا. فلوس مين اللي اتصرفت؟ شقه عمر
فلوس الشقه تصرف وتقول لي وطي صوتك؟ يا جدع انت فاهم بقى، الله الفلوس ما ضاعتش، الفلوس زادت. شهر عمري زادت؟ ازاي؟ بقوا كام يعني؟ بقوا كتير يا حاج فتحي، بقوا كتير. انا دخلتك انا ومحمد معانا في الشركه، بقينا نشتغل في الكتب والالبان والجبن، والشقه اللي انت عايزها دي هتبقى عماره وعمارتين وثلاثه على ارض كبيره مش هنعرف نجيب اخرها. بقول لك ايه يا احمد، كلامك ده انا مش داخل دماغي، ولو انت دكتور في الكلام انا دماغي دي آلة حاسبة، يعني عايز اعرف بالمليم بالسحتوت. عجبني الكلام ماشي، ما عجبنيش يا ابن والدي تشق الارض تطلع لي بال5000 ريال، ال5000 ريال السعودي بتوعي. يا جدع انت عيب عليك، ما تزعقش كده، ما يصحش كده. كل بقى ومد ايدك وانا هفهمك على كل حاجه. يا ابني انا عارف بالطلاق ما انا واكل غير لما اعرف. طيب بص يا سيدي، احنا بنشتغل في 120 150 الف جنيه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. وجبت الفلوس منين يا اخويا حبيبي؟ اخويا حبيبي، يا سلام يا اخي. زي ما قلت لك احنا بنشتغل تقريبا في 120 150 الف جنيه. كتاب سيزون لوحده هيطلع لنا تقريبا 60 الف جنيه. الجبن والالبان بتطلع لنا في الاسبوع تقريبا 3000 جنيه. الهدوم بتعمل مكسب الضعف وهي بتدور نفسها. اللهم صل على النبي. وانا بقى نصيبي كام في الحسبه دي؟ نصيبك زي ما انت قلت بعضمة لسانك يا فتحي، النص، مع انك ما تستاهلوش. بس بقى في الحقيقة عشان انت اخونا الكبير دي حاجة، الحاجة التانية عشان انا صرفت الفلوس من غير ما اقول لك. وانا ما يرضونيش اخد اكتر من حقي. الفلوس دي تتقسم علينا احنا الثلاثه، انا وانت ومحمد. ايه رايك؟ كانت فين المرجلة دي من لحظة يا ابو الرجالة؟ معلش بقى يا ابو حميد، بس اهم حاجه تجيب لي شقه بدريه. حاضر يا فتحي حاضر، بس نعرف ايه اللي علينا، ايه اللي لينا، ايه اللي معانا، ايه اللي مش معانا. خير خير ان شاء الله. ايوه كده الواحد نفسه اتفتحت. بسم الله بقى عشان تفتح نفسي. يلا يا اخو. ايوه بس كده يبقى في مشكله في اللي انتوا بتقولوه ده. مشكله ايه لا سمح الله؟ احمد مفهمني ان المصلحه ماشيه زي الحلاوه وما جابليش سيره اي مشاكل. احمد نفسه ما يعرفش حاجه عن المشكله دي يا حاج. الله، يعني ايه نسبتي هي المشكله يا محمد؟ خلي بالك انا اللي حكمت بكده وانا اللي قللت. ده احمد كان عايز يديني النص وانا قلت له ما ينفعش، الاسم على 3. ما تهدى بقى يا عم، انت سخنان علينا ليه؟ وطي صوتك عشان انت قاعد. نفهم فيه ايه؟ قول يا محمد فيه ايه؟ الراجل اللي اسمه محي ده عايز يدينا البضاعه زياده عن سعرها، وانا بقى قفشت معاه وقلت له مش هناخدها الا بالسعر القديم. وهي بقى دي المشكله يا محمد. خلاص انا هروح له واخلص الحكايه دي معاه. لا تروح له، اوعى تعمل كده، انت تصغرني ولا ايه؟ انا خلاص قفلت معاه السكه دي خالص. يعني ايه انا مش فاهم؟ المصلحه باظت؟ مكسب 2000 3 في الاسبوع ضاع علينا؟ اسمع يا احمد، انا ما ينفعش معايا الكلام ده. اهدى بقى يا حاج فتحي. الله، انا اتفقت مع صباح اللي هي بنت ام صباح الله يرحمها، هي اللي هتورد لنا البضاعه اللي احنا عايزينها، والمفروض خضر كان جابهم بس المظاهرات بدات. ما ينفعش يا محمد، احنا عايزين بضاعه كتير قوي كل اسبوع. ما اعتقدش ان صباح هتقدر توفرها لنا. يا جماعه مش عايزين نطلع منظرنا وحش قدام التجار، كده هياخدوا من اي حد غيرنا. اسمع بقى منك ليه؟ انتوا شوفوا لكم حل في مشاكلكم دي. انا عايز اطمن على فلوسي. اطمن يا حاج فتحي الله يبارك لك. انا ومحمد النهارده هنسافر وهنشوف ايه الحكايه ونحلها. لا سيب لي محمد النهارده انا عايزه. ليه يا حاج؟ خير في ايه؟ خير ان شاء الله. في ناس باعتين معايا فلوس من السعوديه، عايزين نروح لهم ونديها لهم النهارده. فلوس ايه دي يا حاج؟ جرى لك ايه يا احمد؟ فلوس يعني فلوس، في حاجه اسمها فلوس ايه يا حاج؟ ايه يا عم ما انا متزربن كده، اهدى شويه. انا عايز اسال يعني مصري ولا ريالات؟ يا اسطى انت يا اسطى، انت يا جدع، انت يا جدع اتك على الفرشه شويه. انت ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم يا رب، بتحسس على الحيطه. يبقى اصبر يا حاج، اصبر عليا وفي الاخر ابقى احكم عليا. في الاخر لو انا هستنى للاخر، طب افرض بقى ان الشغل باظ منك من الاخر، هعمل ايه انا ان شاء الله؟ انام جنبك لغايه ما تعيد الشغل اللي انت بوظته. يا عم ما ترغيش ما ترغيش، اشتغل على طول ما تزعلش عمك توفيق. حاضر يا عم حبش. ايه؟ قلت ايه؟ حاضر يا عم حبشي؟ يعني تقول لي حبشه حاضر وانا اتقاوح معايا وتقول لي في الاخر حبشي الواد ده يتغير. هتقول لي يا محمد ال 5000 جنيه بتوع اللي خدهم الحاج محيي عملوا فرق 250 جنيه، ده عشان محيي حرام، انما هم كان ممكن يعملوا اكتر من كده. دول كانوا ممكن يفرقوا معانا 100 جنيه لو كنا استنينا للصبح بس، لان انا لما سالت طلع الفرق 7 صاغ مش 5 صاغ زي ما الحرامي ده حاسب احمد. 7 صاغ؟ طب ما استنيتوش ليه؟ عمل قلق وغاغه، انا كان نفسي اخلص منه باي طريقه. ابن الحرام ده على كده الفلوس ديت لو انا فكيتها بمعرفتي كانت فرقت معايا كتير قوي يا حاج احمد. معايا؟ ايه معايا دي؟ لا مفيش حاجه اسمها معايا، مفيش حاجه اسمها انا وانت وهو، في حاجه اسمها احنا. جرالك يالا مالك بتبجح فيها كده ليه؟
وبعدين المصلحه واحد. انا بس المشكله ان الفلوس دي انا اجيبها ريالات، يعني لازم اوصلها للناس ريالات. يا حاج فتحي قول لهم في السعوديه انك ريحتهم، حولتهم مصري بدل الشحطاطه اللي اهاليهم هيبقوا فيها في وسط التكسير والمظاهرات. لا ده في حاجه كمان، ده انت ممكن تقول لهم ان انا غيرت لكم وتعبت وجبت لكم قرشين زياده خدمتكم يعني. لا 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 لا، ملهاش لزوم قوي موضوع الزياده ده. انت عايز تفتح عينيهم علينا ليه؟ ده كفايه قوي الكلام اللي قاله محمد. احنا رحمناهم من الزحمه والمظاهرات والبهدله، كفايه قوي. 7 ساغ في الريال. انت متاكد يا محمد ان المحل ده بيغير عمله؟ متاكد يا حاج، وحتى لو ما بيغيرش احنا هنخسر حاجه؟ على رايك هنخسر ايه؟ تعال. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، كام العروسه دي؟ 6 جنيه واللفة هدية من عندي كمان. الله يبارك فيك. على البركة. ها يا بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ معكش 2 جنيه يا محمد؟ معايا. مش عايز تغير الريالات دي؟ لا والله، ده انا محتاج فيهم 500 ريال كمان. عقبال امالتك راح انا ومراتي نعمل عمره. مبروك مقدما. طب عايزهم دلوقتي؟ هم ايه دول؟ ال 500 ريال. يا ريت. باريزة زيادة عن سعر البنك. باريزه مره واحده؟ ده على كده بقى خد الريالات اللي معايا وبلاش اعمل عمره السنه دي. ده احنا كده يا حاج ال 1000 ريال دول يعملوا 100 جنيه زياده عن سعر البنك. انتوا كده هتبقوا فاهمين غلط. أنا لو هشتري منكم هتبقى زيادة 5 ساغ بس. لكن لو هبيع لكم هتبقى 10 ساغ. قلت لي يعني انت لما تيجي تبيع بزياده 10 ساغ، لما تيجي تشتري بزياده 5 ساغ؟ يا بلاش. ها قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله، لا هنبيع ولا هنشتري. يلا بينا يا محمد. طب والعروسة؟ تتربى في عزك. يلا يا محمد. ايه يا حاج مالك حرمت على الراجل ومشيت على طول كده ليه؟ بالعكس، ده انا خدت اللي انا عايزه وزياده كمان. اخدت ايه بقى؟ انت لا بعت ولا اشتريت يا حاج. ازاي بقى؟ ده انا عرفت سعر العمله ماشي في السوق ازاي، ولو دورنا كمان شويه هنلاقي سعر احسن. بس انا ما اعرفش غير الراجل ده. هو انت يعني كنت يا محمد تعرفه قبل كده؟ لا. خلاص هندور على غيره وان شاء الله هنلاقي احسن واحسن كمان. ان شاء الله. يا استاذ يا استاذ، بص بعت الصبي حاج. بتاعه هيجيب لنا سعر زياده. ايوه حبيبي. لو عايزين تعرفوا مين عنده اعلى سعر اقول لكم. يا ريت. قول عشان اقول اخد جنيه. هو نص جنيه مفيش غيره. ماشي، طب قول هات النص جنيه الاول. يا ابني الاول. هات بس النص جنيه. قول بس قول. عند حسان بتاع السندوتشات اللي في ميدان الجيزه، هات بقى الفلوس. طب اسمع بس، انت اسمك ايه؟ محسوبك حامد. هسألك على سؤال تاني يا حامد، لو جاوبت هديك جنيه صح. تحت امرك يا حاج. ولو طلعت بتعمل عليا مصلحه يا حامد هاجي اخد الجنيه ده من عينيك. عيب يا حاج، خد كلامي ثقه. ماشي يا حامد. دلوقتي بقى انا لو حبيت اغير 1000 ريال زي ما يكون غير 2000 زي ما يكون غير 5000 ريال. بص بقى يا حاج، انت لو معاك فلوس كتير ممكن تتفاهم معاهم، وانت وشطارتك بقى يا حاج. طب خد يا حامد. ايه ده؟ ما في نص جنيه تاني. صحيح. هات كمان نص جنيه يا محمد. ماشي خد. هات النص جنيه ده. الحساب يجمع الا بالحق. دلوقتي احنا لما نروح لحسان هنسال على مين هناك؟ اسالوا عليه هو بس، مفيش حد بيبيع ويشتري عمله غيره. حلال عليك يا ابني. كده تمام. سلام. سلام. يلا بينا. احنا هنخش على حسان ده نقول له ان احنا معانا 2000 ريال وعايزين نبيعها، نعرف السعر كام، وبعد كده نشوف بقى لو هيشيل ال10 على بعضهم هيدفع كام. لا مش هنعمل كده. امال هنعمل ايه يا حاج؟ اقول لك يا محمد، صلي على النبي. احنا معانا 10000 ريال وان شاء الله هيبقى في زيهم تاني وتاني. ربنا يزيد ويبارك. الله يبارك فيك يا حاج. 2 شاورما واحد بيض بالبسطرمة. 60 قرش. ان شاء الله يا حاج. عايزين 4 شاورما يا معلم. خدت ولا عايز؟ عايز يا معلم. كل الاول وبعدين تعالى حاسب. لا يا معلم. احنا كده مش هنعرف نتكلم يا حاج. لا يا عم هنعرف نتكلم. كنت بتقول لي انت معاكوا 10 وفي زيهم. احنا سالنا واتقصنا وعرفنا اللي انت بتبيع بقى على سعر، عشان كده انا واخويا واحد شاورما واحد بيض خبر. بالبسطرمة. 35. ما كتبناش خبر وجينا لك على طول. بره مش هتعرف تجيب اكتر من 6 ساغ في الريال. انا هديك 7 وانت بتقول لي ان في زيهم، هديك 7 ونص يا عم. ايوه بس احنا هجلنا من بره 10 يا حاج. يبقى روح غير من بره يا عمي. ولو جبت 10 ساغ في الريال انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. لا انت معاك حق يا حاج، احنا جالنا 5 ساعات بس. ايوه تعالى دغري معايا عشان نعرف نشتغل مع بعض ونرزق سوا يا عمي. وانا هاجي معاك دول. انا هاخد منك 8 ساغ مش 7 ونص، بس على شرط كل اول شهر هجيب لك 10000 ريال ويمكن اكتر كمان. ماشي، بس لو ما جبتش بقى الفلوس بعد شهر يبقى تيجي تديني التعريفه فرق يا عمي. اتفقنا. موافق. بس حاول انك تخليها قبل شهر. يعني ما يقدر على القدره الا ربنا يا حاج. انت بتجيب الفلوس دي منين؟ من السعوديه ان شاء الله. قاعد هنا ولا هناك؟ لا هناك. انا بقى هقول لك ازاي تجيب الفلوس دي قبل شهر. خلاص بقى، خلاص يا صباح لو سمحت اهدي وكملي. تكمل ايه؟ هي بتقول ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه، عماله تعيط. يا ست اهدي لو سمحت، قولي لي ايه اللي حصل. انا اقول لك يا يا دكتور. سيدي انا مش عايز اسمع منك حاجه، انا عايز اسمع من صباح. انا هي تهدى وهتقول لي ايه اللي حصل.
محي جالي هنا وهددني وقال لي هيخطف عيالي ويحرق قلبي عليهم لو اديتي حاجه للدكتور. يا دكتور ده راجل مفتري، وانا قلت للاستاذ محمد انه مش هيسيبنا في حالنا. بعدين بقى انا مش قلت لك مش عايز اسمع صوتك تاني لو سمحت. اتفضلي كملي ايه اللي حصل. رحت انا وخضر ولفينا على البلد كلها وجبنا يجي نص الطلبات، وتاني يوم محدش رضي يدينا حاجه، وحتى الناس اللي باعوا لنا بضاعتهم جم تاني عشان ياخدوها ويرجعوا لنا الفلوس. مش الدكتور قال لك اخرس؟ اسكت خالص. كملي يا صباح. قلت لهم مش هرجع الحاجه ومش عايزه فلوس، وعملت معاهم خناقه كبيره قوي. محي الله يخرب بيته كان هيمد ايده عليا. ليه؟ هي البلد دي ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ كلهم عملوا زي النسوان، اول ما شافوا محي جاي ومعاه قطه رجاله. طيب خلاص يا صباح، اهدي انت وانا هتصرف. هتتصرف هتعمل ايه يا دكتور؟ مالكش دعوه. هو دلوقتي الدكتور مش قال لك مالكش دعوه؟ ما تسكت بقى، اسكت. حاضر. قولي لي يا صباح، الحاجه اللي انت جبتيها فين؟ شايلها جوه وقافله عليها. ماشي. النهارده هتحملها خضره وتروح بيها على مصر. استنى تعالى هنا قول لي، هو الحاج محي عرف منين انك انت وصباح بتجيبوا البضاعه دي ليه؟ ايه مالك بلمت ليه؟ ما ترد على الدكتور. انت مش قلت ليه اخرس؟ لا حبيبي ما تخرس، المره دي رد بقى على الدكتور. معرفش. الله، ما تعرفش ازاي يا واد انت؟ هو في حد غيرك يعرف ان البضاعه دي جايه لنا؟ صباح. صباح؟ معقوله صباح هتروح تقول له ان البضاعه دي بتاعت الدكتور وتقطع عيشها بايديها؟ وانا مش عرفنا أنا. ده راجل ايده طايله في البلد ويعرف دبه النمل. طب بص يا خالد، انا مسامحك. انت عارف ليه؟ عشان انت معذور. انت عايز تثبت له ولائك، عايز تثبت له انك الراجل بتاعه عشان يرجع يشغلك عنده تاني. ماشي، بس انت كده حمار. طب وليه الغلط ده يا دكتور؟ لان حضرتك طول ما انت بتشتغل معاه هتفضل زي ما انت كده، عمرك ما هتترقى. انما معانا تحط ايدك في ايدينا ان شاء الله ربنا هيكرمك. الحقيقه يا دكتور. اجري يا دكتور. سيبوه، اللي يجري ما يلزمناش، احنا عايزين الذكر اللي ما جريش. يا حاج محي انت هتضربني ببلدك ولا ايه؟ وفي اي حته يا دكتور، اللي يحاربني في لقمه عيشي ويلعب من ورايا ملوش عندي غير الضرب، وبالبلغه القديمه كمان. ماشي، شوف انت عايز ايه واحنا نعمله على طول. انك تمشي حالا من هنا ولا اشوفش وشك تاني، لا انت ولا قلاضيشك. ماشي، كان بس ليا بضاعة هنا بعد اذنك يعني، هاخدها واتكل على الله. تاخد ايه يا دكتور؟ خد نفسك الاول، انت مالكش اي بضاعه هنا، انت زي ما جيت زي ما هتمشي. تمام يا حاج. يا صباح، البضاعة اللي عندك اعتبريها بتاعتك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. لو فتحت بقك باي كلمه تانية هخلي الرجاله تكسر السوم فوق دماغك. ليكن. ناخد رجاله ونروح نكسره في بلده. رجاله ايه بس؟ يا حبيبي اخد الحق حرفه، احنا مش بلطجيه، ما تقول له حاجه يا احمد. يعني ايه؟ هنسكت؟ احنا مش عايزين ندخل في مشاكل، ما عندناش وقت نضيعه في اقسام ومستشفيات. خلاص يبقى نسلم بقى كده، نشوف حالنا بيقف وبضاعتنا بتتاخد مننا قدام عينينا ونقف نتفرج. بالعكس بقى، اللي عمله محي ده خدمنا ما ضرناش. جرالك ايه يا احمد؟ سلامة عقلك، ده ضرنا ونص كمان، ده خرب بيتنا. استنى بس عليا يا حاج فتحي الله يبارك لك، ده انا بحضر له مرزبه لو وقعت على راسه مش هيقوم منها تاني، بس انتوا تسمعوا كلامي. طب قول يا سيدي، قول ونقول قولك. احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعه لا من محي ولا من غيره، هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي ارضنا. طب وهي فين ارضنا دي بقى ان شاء الله؟ يا ابن الجنيه، هنشتريها صح كده يا احمد يا حبيب اخويا؟ الله ينور عليك يا حاج فتحي. لا، وهنشتريها في بلد محي وساعتها يبقى يوريني نفسه. ايوه بس انت كده تبقى بتقف قدام القطر يا احمد، محي ورجالته مش هيسكتوا. قطر ايه بس؟ احنا يا ابني لو عملنا اللي بقول لك عليه ده بعون الله هنركب الصاروخ، ولو ركبنا الصاروخ القطر نفسه مش هيقف قصادنا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد. الله يكرمك يا عمي، الله يكرمك.
بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الله يبارك لك يا حاج، انت بتشيلنا ذنوب. جرى ايه يا ابني؟ الله انت عاوز تحرمني من خدمه بيت الله؟ انت عايز خدمه تاني؟ ما كفايه الخدمه اللي انت فيها، الله يبارك لك ويقدرك عليها، يا الامامه سهله. ايوه بس ده ما يمنعش اني اساعد. لا الله يبارك لك، وانا مش عايز اتعبك يا حاج. الله يخليك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يكرمك الله يكرمك. لا قول لي يا شيخ عبد المجيد، هو ما فيش هنا صندوق تبرعات؟ والله يا شيخ احمد. لا يا ريت تقول لي يا دكتور احمد اسمع. دكتور؟ هو حضرتك دكتور؟ بطري. وطبعا حضرتك بتسأل أنا ليه اخترت البلد دي أعمل فيها أول مشاريعي؟ يا ده أنت كده قصرت عليا السكة قوي يا ابني. ليه بقى إن شاء الله؟ رد الجميل يا سيدنا. سيدة من بلدكم من سنين طويلة خطت عتب الضرمة، كنت نسيتها خلاص لحد ما جاتني في المنام وخبطت على باب الدار. فتحت لها لقيت شعرها مكشوف وخدتني من ايدي وجابتني على هنا. دخلتني بيت ملوش لا باب ولا بوابة. دخلت جوه البيت قالت له السقف. ببص ورايا لقيتها راحت. وراحت فين يا ابني؟ مشيت. ومين دي المسعدة اللي ربنا أكرمها بزيارتك في المنام؟ اسمها أم صباح، كانت بتجيلنا زمان وهي محملة بكل الخير، جبنة وزبدة وقشطة. جيت أدور عليها واعترت فيها يا ابني. الله يرحمها ويحسن مسواها. أم صباح. أم صباح، أيوة افتكرتها يا دكتور. دي كانت مرات جابر الغنيمي الله يرحمه، وسابت كمان وراها صباح أرملة وليها عيلين. لما وصلت هنا ما استغربتش البيت، ولما دخلته لقيته هو نفس البيت اللي أنا شفته في الرؤيا. ولما شفت صباح وعرفت إنها أرملة اتأكدت إنها جاتني في المنام عشان توصيني على صباح وعلى عيالها. يا سلام، صحيح يا حاج فتحي، ورب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدقت يابا، بسم الله ما شاء الله المصمت بقى يفرح. أي والله سبحان الله، لولا الحريقة والمظاهرات ما كانش المصمت اتجدد كده وبقى أحسن من الأول. أنا حاسس إن المصمت رجع شباب. صدق بالله يا فتحي يا ابني. لا اله الا الله يا حاج. أنا مش حاسس إن المصمت بس اللي رجع شباب، ده أنا كمان حاسس إن أنا رجعت شباب أكتر من الأول. اللهم صل على النبي. يابا أنت طول عمرك شباب، بس أنا نفسي أطمن عليك وأعمل لك التحاليل. استغفر الله العظيم يا رب. أنت لازم تنكد عليا وتجيب لي سيرة التحاليل دي. بقول لك يا فتحي، أنا مش جايبك عشان موضوع التحاليل، أنا جايبك عشان أقول لك على موضوع تاني، بس بيني وبينك ما يطلعش بره لأي مخلوق لحد ما نشوف هنعمل فيه إيه بالظبط. رقبت يابا. خير خير إن شاء الله. فتحي، أنا ناوي أتأهل. تتأهل؟ تتأهل يعني إيه؟ يعني إيه ده إيه؟ أنت هتستهبل؟ يعني أتجوز، يا لها معنى تاني. تتجوز؟ تتجوز على أمي؟ ده أنت بقيت جد يابا. نفسك ولا وطي صوتك. بقيت جد ده إيه؟ أنا لسه بصحتي زي البوم، مفيهاش حاجة لما أتجوز. مش أحسن ما نحرف ولا مش ماشي بطال؟ يابا بعد الشر عنك من المشي البطال، بس ما تاخذنيش يعني يا حاج، ما تاخذنيش. أنت تقدر على الجواز؟ قلت لك وطي صوتك. أقدر ونص، صحتي زي البومب. ده فتحي هتجوز، ده شرع ربنا. وبعدين لازم يكون في علمك ان انا مش جايبك عشان اخد برايك ولا شاورك، لا انا جايبك عشان اقول لك وبس، بصفتك ابن الكبير للاسف. ما عشان انا ابنك الكبير ضروري تشورني وتاخد بمشورتي يابا. لا يا حلو، مفيش مشوره في شرع الله. واسال دقنك، ده حقي. حقي يا حاج فتحي، من حقي ان اتجوز تاني وتالت ورابع كمان. ورابع؟ اللهم صل على النبي. وهتقعدها فين؟ وهتقول لامي الطاهره ايه؟ امك الطاهره دي ست مؤمنه عارفه شرع ربنا كويس، عشان كده لا يمكن تعارضه. اما من جهه هنقعد فين، الشقه برحه يا اخي،
وفضيت علينا خلاص. ومحمد اخوك مسيره ويتجوز برضه. لا، تتجوز براحتك يابا، اما تقعدها مع عمي في البيت لا لا. لا 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 ولا انت بتستهبل؟ انا مش قلت لك توطي صوتك وتلم نفسك بدل ما هزقك قدام الناس دي كلها؟ جاتك البلا؟ لا لا ليه ان شاء الله؟ فيها ايه؟ عشان افترى يابا، انت كده بتيجي على امي بتجامد قوي، ومفيش حد مننا هيوافق، واولهم انا. لا يابا يعني لا. ماشي ماشي يا فتحي. يا خوفي لكن انت ومراتك راسمين انكم ترجعوا من السفر على الشقه تاني، عشان كده مش عايز اتجوز فيها. ها ما انا عارفك. عارف ايه يابا؟ يابا انا لو رجعت هرجع على شقتي الجديده. شقتك الجديده؟ الله الله الله، شقه جديده؟ انت خدتها امتى دي؟ وخدتها ازاي وانا ما اعرفش؟ بفكر، ناوي يابا، ناوي ان شاء الله يبقى عندي شقه جديده ان شاء الله. خلاص خلصنا من موضوع الشقه، مش هنقعد مع امك. انا هتصرف وابقى اشوف لي متوه تانيه، بس هستنى شويه بقى لما المصمت يشد كده ويقف على حيله. بقول لك ايه يابا، انت حاطط عينك على حد؟ يعني عيني مزغلله كده على البت اخت صالح. صالح الحلاق؟ صالح الحلاق. ماله صالح الحلاق؟ تلم يابا. ده انت اللي تلم يا بعيد، سيبك من صالح، خلينا في اخته. تعرف اخته؟ اعرفها طبعا، بس بالي كتير ما شفتهاش. ودي عيبها ايه بقى يابا؟ عندها شلل ولا متطلقه ولا ارمله ولا حكايه اهلها ايه؟ شلل؟ لا يا فالح، دي صحتها زي البوم، دي بنت فرصه وانا هبقى خيالها ان شاء الله. علاوه على انها لسه بنت بنوت ما دخلتش دنيا وهتدخلها على ايدي. شكرا يا دكتوره. عم شناوي، عم شناوي. اهلا يا استاذ محمد، انتوا فين يا راجل؟ موجودين يا عم شناوي. موجودين فين بس؟ انا والله قلقت عليكم وقلت الدكتور احمد حصل له حاجه، هو فين؟ هو كويس والحمد لله، بس مش هيجي الكليه دي تاني. اوعى يكون لسه محبوس. لا الحمد لله خرج. الله، طب هو فين ما جاش ليه؟ ما بقول لك يا عم شناوي مش هيجي الكليه دي تاني، كل شويه يحبسوه ويقرفوه في عيشته. المهم الفلوس فين؟ موجوده في المخزن جوه، بس احكي لي في الاول ايه اللي حصل للدكتور؟ انا هحكي لك على كل حاجه، بس تعالى هات الفلوس بس. تعالى تعالى. انا هسقط السنه دي وبسبب الهدوم دي. انا خلاص ما بقتش عارفه اذاكر ولا عارفه اركز. فاضل كام وبعنا كام؟ مالكيش دعوه بالحسابات، انا كاتبه كل حاجه. وبعدين ما تتلككيش، انت اصلا ما بتذاكريش غير اخر شهر، يعني لو سقطتي العيب مش في الهدوم، العيب فيك انت. ها تعرفي ان الواد محمود وحشني قوي، بس مش عارفه انا وحشني قوي كده ليه. ده بس علشان بتسمعي عبد الحليم حافظ، اصله يعني ما بيوحشكيش غير وانت بتسمعي عبد الحليم حافظ. ده اول مره اخد بالي من الحكايه دي. طب برضه مش واخده بالك ان الباب بيخبط؟ سامعاه. طب ما تفتحي. انا عارفه انا متنحه كده ليه. اهلا فرنسا. نعم، خلي هناء تنزل للمشرفه تحت عشان في زياره ليها. زياره ليا انا؟ ايوه. مين يا فرنسا؟ معرفش. يعني راجل ولا ست؟ برضه معرفش. هو ايه ده اللي كل حاجه معرفش؟ امال تعرفي ايه؟ اعرف ان المشرفه عايزاكي. ماشي، رايحه لها. مساء الخير يا ابله سوزان. مساء النور. استاذ احمد، خير؟ خير طبعا خير ان شاء الله. معلش سامحيني، انا جيت طبيت كده فجاه بدون سابق ميعاد، بس انا استسمحت الهانم، ده امر هام جدا. وايه بقى الامر الهام اللي خلاك تشرفني بالزياره المفاجاه دي؟ تقدروا تتفضلوا في الاستقبال عشان تتكلموا براحتكم. لا نتفضل ايه؟ استقبال ايه؟ لا طبعا، يقول اللي هو عايز يقوله هنا، احنا ما فيش بينا اي اسرار. ما فيش حاجه، بس هو الهانم عندها حق فعلا. نقعد بره نتكلم بعد اذنك، امر هام. انت ازاي تيجي لي هنا في وقت زي ده؟ مالك؟ في ايه؟ فيها ايه؟ يعني ايه فيها ايه؟ انت ازاي واخد الموضوع بالبساطه دي؟ لانه بسيط فعلا. يا سلام، ايه الاستهتار اللي انت فيه ده يا استاذ؟ انا مش قادره افهم، يعني ابله سوزان دلوقتي تقول عليا ايه؟ افرض حد من البنات كان صاحي وشافك، يقول عليا ايه وانت جاي لي مخصوص هنا في المدينه الجامعيه وفي عز الليل؟ في عز الليل ايه؟ الساعه لسه ما جاتش 9. مالك يعني؟ في ايه؟ وبعدين انا جاي اتكلم معاكي في شغل، مش جاي عشان انت مثلا لا سمح الله وحشاني ولا عايزه اشوفك ولا لا 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 خالص. يا استاذ احمد، انا بنت وليا سمعتي، وانت ما تعرفش البنات هنا بيقولوا ايه على بعض، وخصوصا بقى على المغتربات. يا ست سامحيني، اسف والله العظيم، ما كنتش اعرف اني بوظت الدنيا كده. الموضوع كبير قوي للدرجه دي. انا بس في الحقيقه كنت مزنوق محتاج فلوس،
التجار بتوع بورسعيد مش ساكتين وجولي لحد البيت، لازم اديهم فلوسهم. والموضوع ده ما كانش ينفع يستنى للصبح وتقوله لي بكره في الجامعه؟ للاسف ما كانش ينفع استنى، ممنوع انا من دخول الجامعه، قررت ما ادخلش جامعه. قولوا لمحمد وهو يبقى يقول لي. ما ينفعش يا ستي، محمد مش بتاع حسابات ولا الحاجات دي خالص. ما تحسسنيش بقى ان انا ارتكبت جريمه عشان جيت لك اتكلم معاكي في الشغل. انا قلت للهانم اللي جوه دي ان في بينا الشغل واحنا زملاء في الاتحاد وهنتكلم في كل حاجه. في ايه؟ على فكره اذا كنت بوظت لك سمعتك وبوظت الدنيا يعني بالنسبه لك، انا ممكن 3 بالله العظيم اتجوزك دلوقتي فورا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك 3 بالله العظيم انا ممكن اتجوزك دلوقتي فورا. بقول لك ايه، انا هعتبر نفسي ما سمعتش منك ولا كلمه، ولو ما قلتش انت عايز ايه بالظبط انا هقوم وامشي واسيبك. انا عايز الفلوس واتكل على الله فورا، وتقولي لي لو حبيت اكلمك بعد كده في الشغل اكلمك فين، بعيد عن الجامعه والمدينه الجامعيه والكلام ده. بعيد عن الجامعه ايه؟ لا طبعا انا مش هقابلك غير في الكليه بتاعتي، وبعدين ما هي بعيد عن الطب البيطري بتاعتك، يعني ما حدش هيشوفك. يا سلام، حاضر. انا قايمه اجيب لك الفلوس ودفتر الحسابات، وبعد كده لو سمحت نكمل قعدتنا في اوضه ابله سوزان، مفهوم؟ حاضر. قولي لي السيد الوالد عامل ايه؟ كويس. طب الحمد لله رب العالمين، عشان انا ان شاء الله كنت عايز اعدي عليه بورسعيد ضروري قوي قوي قوي، اطمن عليه وفي موضوع مهم عايز افتحه فيه. موضوع ايه بقى ان شاء الله؟ انت مالك، ام شخصيه مستقله. وبعدين يلا ندخل عند ابله سوزان عشان البنات احسن يصحوا يعملوا الحاجات دي. يلا اتفضلي. ايه نمتي؟ نمت. وبتردي عليا ازاي لما انتي نايمه؟ معجزه؟ اكيد بتفكري فيه. بفكر في مين؟ اللي هيروح لابوكي. يا شيخه بطلي عبط، ده مجنون. والله بحس على طول انه مجنون. تعرفي يا هناء، البنت منا ما تفكرش في حاجه في الدنيا غير ان يجي لها واحد كده على سهوه يخطفها، يفاجئها، يقدر عليها ويغلبها، وشكله كده خطفك. بطلي عبط يا لميا ونامي. طب ايه رأيك بقى ان اللي عمله معاكي ده عاجبني قوي، ولو مش عاجبك سيبهولي. هو مين ده اللي سيبهولي؟ الدكتور احمد. يا ستي خديه، انت شايفاني يعني ماسكه فيه قوي؟ ما هو بس لو محمود يعمل معايا زي ما بيعمل معاكي، بس للاسف ما بيعملش. اشبعي بيه، انا شخصيا عمري ما فكرت فيه، بس خلي بالك هو عمل كده معايا انا مش معاكي انتي. على جثتي لو اتجوزها، احنا هنهزر ولا ايه؟ ده اصغر من عياله يا اخي. يا ابني وطي صوتك، امك تسمعك تموت فيها. وبعدين انت زعلان ان هو هيتجوز واحد اصغر منه، ولا زعلان ان هو هيتجوز من اساسه؟ من الاثنين، زعلان من الاثنين ولازم يتمنع. تمنع مين؟ انت تايه عن ابوك. لو عرف اللي احنا عايزين نمنعه هيعاند معانا ويعمل مشاكل وهيفضحنا. بالعكس، ده احنا المفروض نسايسه لغايه ما نطير البت دي من دماغه خالص. اهم حاجه منك ليه، انا ما قلتلكوش حاجه. هو حكالكوا ماشي، ما حكاش انا ما قلتش حاجه. انت فاهم يا محمد؟ طب وانت هتطير البت دي من دماغه ازاي ان شاء الله؟ طيرها وطير ابوها كمان. انا بس اسافر من هنا وهي هتطير من هنا. ازاي يعني؟ هتجيب لها عريس؟ هجيب لها عريس. خلينا بس في المهم، عايزين نعرف هنعمل ايه بكره عشان كله يبقى تمام. لا بكره سيبوهوني ما تقلقوش. تمام، توكلنا على الله. بس رسينا برضو احمد يا حبيبي يا اخويا عشان ما نختلفش قصاد الناس.